تصدق معناتها كافي، الايتام معناتها عشان كده نحن بنطلب من القادر كله انه يدي. المادة دي بتحول دون الأذى. آخر قصة حصلت في السوق الشعبي من درمان ده، سرقت دكان الذهب. الزول كان واثق من نفسه، ذهب بالمليارات طبعا. سوق ام درمان. في سوق ام درمان ذاته. ايوه. زول واثق من نفسه. طب أيوة. قال له مش ذهبي ده، بيجي يا سلام بالمليارات. والناس كان عامل في تكتيك كده بتاع عربات شرطة وما عارف شنو كده، يعني حرامية. كل الناس شاهدوه في فيلم. أيوة الحرامي قال شاهدت الشغل ده في فيلم وجا طبقوه. ايوه صحيح. فهو سيد المحل قال لهم انا واثق مالي ده بيجي لانه مال مزكه، وفعلا جاي. يعني نحن واثقين انه المشاهدين دي اللي ما بيجينا اديناهم نمه بيملوا الكلام، عشان كده نديه النمه ونجيه الراجل. جيت عند سعد ايوم وهي السعيد دريت وهو عامل فساتين سستا. يا الشيخ السحيل سطوات ما بينعدن، واقف للوداع لا من يمهن الشدار. الدهور بعد 5 الايام مدن حسيت بركاي ذاك لجات تنهدى. ودحسيت مراتي وقمت منها قادم، حسيت قلبي راح لنساك بنايمتها. الباب لي معارض ليوي والعادي ما تسقامي وطبل الفنها يدرادم. الإسلام وضع للأمة خير منهاج، والزكاة ركن مفروض للفقار علاج. يتقلل فوارق الناس بدون إخراج، تكافل ديني من العنده للمحتاج. تكافل ديني هو من العنده للمحتاج. يعني مالك زكي ما تبخل على المحتاج، قوم يتفقد المالاقي قوت وعلاج. خليك دخري للهم الثقيل فراج، وخليك لعواطل المقنعات دراج. أي يعني أدي حتى إن بقيت زكيت ده ما بيمنع إنك تدي، وإن بقيت ما زكيت زكي. كان الزكاة فرض ركن أساسي في الإسلام. في الدنيا بتزيدك وتنفعك قدام. زمن كان التجار من مكة حد الشام قبل ما يبيعوا فكروا في زكاة العام. أيوة صحيح. يعني انضال زمان التجار السلف الصالح زي ما بقول. أول حاجة فكر في زكاته دي قبال ما هناك خلاص. يعني عيل لقى عشان ربنا ذا يسهل له ويبيع الشيء ده، أول حاجة بينوي الزكاة. نحن هسه بتهربوا منها تهربا لا إله إلا الله. أي صحيح. يقفل دكانه ويقول لك ناس الزكاة بيجوا. طيب الزكاة بالنصاب لا من يحول الحول، ما بتتجاوز القادرين والمعقول. نعم. الما خلى في حلال وحوج الزول ده ما بيوفيه شكري ونمي مهما أقول. نعم. يعني مرافة ربنا بينا انه هي حاجه بسيطه من مالك، يعني او من ذهبك او من بهمك او من رعيتك او من كده، فمن سعيدتك. المهم ما حاجتن كثيره. والله ينضال برضه بيستكتروها الناس، اعوذ بالله لا حول ولا قوه. ده عدم يقين ساي. المال المخزن في البنوك ينضال ما بزكوه بيعتبروه مو شغال. ما تتمادى في حق الله، ما تحتال بتموت بكره عاد بتوارثوا الرجال وبتموت بكره. انا ما عارفه. ايوه فعلا هي يعني الحاجه دي، هل الزول مفتكر انه هو خالد
يعني حيبقى للابد يعني. آي. المال ده باكر ان بقيت مش يعني الموت ما عنده عمر. يعني ان بقيت شاب ساي ومت هذا وراك مالك ده بدل ما خير ينفع قدام. هسه كان شاور اولاده ده شاورنا يا جماعه. انا المال ده كان ما زكيته بخلي لكم تبي تغنوا غنية شديدة خلاص، لكن بدخل النار. تفتكروا يقولوا له ادخل النار بدك ما لا بقول له ودي والله اكيد ما يقولوا له. نضال المفروض ده ناخذ لنا خفسه فوق الفاصل ونجي ثاني راجعين. سامح. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا قرينا. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام. للقلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. من سوداني مع خدمة أحلى نغمة. استمتع بأجمل النغمات الإسلامية. للاشتراك في الخدمة اتصل على الرقم 2020 واتبع التعليمات أو رسل رسالة قصيرة تحتوي على ست وكود النغمة للرقم 2020. ممكن تشترك في الخدمة وتختار وتهدي النغمات عن طريق موقع الخدمة الإلكتروني crbt.sudan.st. وبرضو كمان ممكن تضغط نجمة للحصول على أي نغمة سمعتها وعجبتك. مدى صلاحية النغمة 30 يوم من تاريخ التفعيل. تصوم وتفطر على خير. سوداني وخليك سوداني. من بعيد بين أرض خضر وشمسها مدينا ايد اليد وحبها كبير وبعيون خبرة بتحصد خير خطوة بخطوة بدون تأخير عشان نصنع الأحلام وشايلين في قلوبنا خير للناس وعارفين إنه لك أساس وعشان كده نسعى بإخلاص نحافظ على الجودة ونبدأ الغنى والكون يبان بالحب تصنع وتصون دماء مجرد حبة شاي حكاية تهدي بكرة الجاي. شاي الغزالتين حكاية ورا كل كوباية. دول أولادنا لبن الوادي في كل المكونات اللي بيحتاجوها أولادنا عشان يكبروا ويبقوا العايزين. لبن الوادي لي ولأولادي. من مروج. يستبشرون الوادي، عيادات لكل التخصصات تعمل بها أعلى الكفاءات، أحدث الأجهزة الطبية، صور مقطعية، الأشعة بكل أنواعها، معمل متطور بأحدث المعدات لكل الفحوصات، واختصاصيون في مجال التحاليل الطبية، مركز للعلاج الطبيعي بأحدث المعدات وأعلى الخبرات. يستبشرون الوادي، محلية كرري، شارع الوادي، 0187 42 88 81 0187 42 88 82. يستبشرون الوادي. جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، بيئة تعليمية مثالية وصرح أكاديمي مميز، هي طريقك إلى المستقبل. جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا. اسمع عم اقولك واستنى حبتين يا عم خدها مني جايه اقولك كلمتين. اروى عصير بودره، اروى اناناس زمان، اروى دي برتقال، اروى المانجا بجد ومش قمر الدين، وكمان حلاوه طحينيه طبيعيه 100%، الطعم حلاوه حلاوه طحينيه وعصير بودره طبعا اروى من انتاج مصنع ابو حريره. الآن بالخرطوم مجمع الرشيد موسى 2 أكبر أسواق للأدوات المنزلية والكهربائية والاحتياجات المنزلية، وفرناها لكم في مكان واحد. أفضل عروض البيع لكل متطلبات الأسرة والمنزل من لحوم، معلبات، خضروات وفواكه، ملابس وأحذية بعروض خاصة، لوازم أطفال ومراكز تدوير،
اكسسوارات وعطور، ماركات أصلية ذات جودة عالية، كافيتريات ومواد غذائية. وجمع الرشيد موسى 2 كافة احتياجاتكم بعروض خاصة وأسعار لا تنافس. موقعنا الخرطوم الفلك لللفة. للاستفسار هواتفنا على الشاشة. مجموعة الصويت الرشيد الدولية، الوكيل الحصري لشركة SDLG للآليات الثقيلة بالسودان. الو، مجموعة الصويت الرشيدي، مرحب بك. محتاجين لنا مصافي. ابشر، عربية الصيانة اصلا في ابو حمد، حتصل خلال ساعتين ان شاء الله. استمتع بخدمات الصيانة المتحركة او خدمات فروعنا المنتشرة في كل من الخرطوم، عطبرة، نورايات، قبقبة وفرعنا الرئيسي بكسلة. اتصل الآن من اي شبكة بالسودان على الرقم 2928. ولاية شمال كردفان، حين يصبح الحلم والخيال حقيقة وواقع. المركز التجاري الجديد لسوق الأبيض، القلب الاقتصادي النابض لوسط وغرب السودان. محال تجارية على أرقى المستويات لشركات الاتصالات، شركات الطيران ومعارض السيارات. المركز التجاري الجديد لسوق الأبيض، المنطقة حول استاد الأبيض، مركز ثقل جماهيري لا يضاهى، واستثمار ذو مستقبل مشرق. ساحات وملاعب وحدائق للأسر وفنادق ومولات. المركز التجاري الجديد لسوق الأبيض، القلب الاقتصادي النابض لوسط وغرب السودان. لا حلم لا خيال، استثمارك في المنال. يتم الحجز عقب عيد الفطر مباشرة. وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية شمال كردفان، مصلحة الأراضي. بشرى سارة، سلسلة مذكرات المريح لطلاب مرحلة الأساس والثانوي. مفاجأة المريح الكبرى للعام الدراسي الجديد 16 و2000 17 و2000 لطلاب ولاية شمال كردفان. المفاجأة الأولى افتتاح مكتبة المريح الحديثة بمدينة الأبيض، السوق الكبير، عمارة الضمان الاجتماعي، غرب مستشفى الأبيض التعليمي. المفاجأة الثانية تدشين معرض المريح الخيري الأول لجميع مستلزمات الطالب والمعلم والمدرسة، وذلك في بداية العام الدراسي الجديد 16 و2000 17 و2000. والمفاجأة في الأسعار، أسعار مريحة ومتاحة للجميع. توزيع جميع الأدوات المدرسية للطلاب الأيتام بنصف القيمة. وقريبا مكتبة المريح الحديثة بكل من مدينة بورسودان، كسلة، القضارف، عطبرة، ضنقلة، شندي، نيالة، الفاشر، ربك، كوستي، سنار، الدمازين، سنجا. سلسلة مذكرات المريح لطلاب مرحلة الأساس والثانوي. بشرى لطلاب الشهادة السودانية لهذا العام والأعوام السابقة. تعلن أكاديمية هاي كلاس للطيران عن فتح باب التسجيل والقبول لحملة الشهادة السودانية أكاديمي فني صناعي تجاري وخريجي الجامعات والمعاهد العليا للتخصصات الآتية: الفندقة والسياحة والسفر، حجز وإصدار تذاكر الطيران، التخليص الجمركي، تقنية المعلومات، الترجمة. أكاديمية هاي كلاس للطيران، نحلق بك عاليا. مشاهدينا، الليلة معنا ضيوف تميزوا في مجال صناعة العطور وخبرتهم مهمة لكل امرأة سودانية. حاجة نورة، احنا عرفنا انك في كل خلطاتك ما بتستخدم الا صندلية العنود 5 نجوم، ممكن نعرف السبب شنو؟ العنود هي افضل صندلية بتديني الجودة اللي انا عايزاها. انا فعلا بتفق مع حاجة نورة، صندلية العنود 5 نجوم افضل صندلية من ناحية تركيزها وصفاتها. نشوف الجمهور لو عندكم مشاركات. أنا حابة أسأل، لو كمان خمرتي مختلفة ومتميزة عن غيري، كمان بتنصحوني بصندلة العنود؟ أكيد طبعا. زي ما شفتوا وسمعتوا، صندلية العنود 5 نجوم هي الخيار الأول للمرأة السودانية. البوادي للأثاث، كل ما هو جديد في عالم الأثاث. أعرف نوم عصرية التصميم، أطقم جلوس بتشكيلاتها الرائعة والفخمة. ولطفلك غرف بألوان زاهية، يونيتات فاخرة. البوادي للأثاث، موقعنا شرق النيل، حي الهدى، شارع العيلفون. أم درمان، شارع الوادي، شمال أسطوب مكي. شارع 40 جنوب صينية التيجاني الماحي. الخرطوم، شارع 60 جنوب طلمبة نبتة. العمارات، شارع 15 جنوب مقابر فاروق. جبر حي الشارقة. مدني، سوق العمارات، غرب الأوقاف. الحصحيصة. البوادي للأثاث، عراقة، حداثة. لما الشمس تشرق يكشف الضوء
الملامح ما نملك بابتسامها فالسلام دايما نصابح نعمة نشكر الله عليها بأحلى ابتسامة نعمة لمة ناس حبايب سامح قوله وكلامه نعمة يقسم ربي رزقه لكل زول في الدنيا عاش نعمة زيت والصحة نعمة هو الزيت يا بلاش. زيت طعام نعمة للطبخ والقلي من زهرة الشمس عالي النقاء، مصنع أولمبيك لزيوت الطعام من مجموعة سعود مأمون البلال، والصحة نعمة. كم بيت انقفل من العدم وانهدى، وكم شاف عن صغير بيجوع ونام ويتمدى. نعم. المرق الزكو بغير ساعد وأدى، أنا بفخر به والله العظيم بشدة. هاي والله الليلة عدي دي لا إله إلا فرضوا زمنها كل عام حددوا له نصاب العيش والبهايم كله عنده حساب. ربنا وصى ما قال الحقوا البطاب ومو جابرنا كان هبل الزرع ما جاب. نضال يعني مش كلام ايوه القبيل ايوه اصله ما قال القصب عليه صحيح زكاة. عرفتي ولا قال البطاب ده عليه زكاة. قال العيش القندور المخزن مش المستعمل للاكل. اي المخزن الزايد من قوتك ده حددوا له يعني انت خبارك اصلك انت بتاكل شنو انت. يا الذهب الكثير في خزنتك مخزون كثير النام جناه جيعان ومات محزون. نعم. نوع البنهرك والبمنع الماعون الوين راجي مهما جاه يبقى ويكون. ده قرآن ما فيه كلام يعني انه الويل ده وادي في جهنم نسأل الله يعني انه يعني يكفينا شره للزول اللي بيمنع المادة للمحتاج. مثلا الليلة البشرى لاقى لي زول قال لي اديني والله اديه بعدين انا واقفة معاه ولا ما بتديه والله اديه انا واقفة قلت له بدل تدي 10 اديه 2000. ده يعني ده حسد مني حاقده بس حاقده. فبتذكر زمان درسنا استاذ علي ادريس له التحيه يعني وبيتكلم عن الزكاه في المتوسط الكلام ده الزكاه مع الزكاه الزكاه مع الزكاه وزكاه الغنم كدي والبقر كدي وقلب الكدي واصله الله يكرمك ما جاب طار الحمير. فانت واي رفعت اصبعي قلت له استاذ زكاه الحمير كم؟ وطبعا افتكرني انا هنا يعني مستهتر مسكني وجيب الصوت جيب الصوت انت يا قريب قصص استهبالك جيب الصوت. قلت له يا استاذ كدروا انا ممكن ابيع بقري اول ما الزكاه تقرب ابيع بقري ده اشتري حمير يا من الزكاه تفوت ما محتاجه يعني قلت له يا من الزكاه تفوت قال لي الزكاه تفوت الزكاه اجازه قايل لي الزكاه بس السنه تفوت عليه وبس يعني ممكن يكون شهر 6 ممكن شهر 4. قال الذهبك مردم عامله له خزينه حقه تزكي الا اللابسسك للزينه. يا جاحد عليه حق الله عيشتك شينه زادك ذاته بتذوق طعمه زي الكينه. نضرب هذا ما بيحتالوا عليه اصله ما بيحتالوا عليه. ده تحتال عليه معناه انت محتال عليه روحك عليه رقبتك هاي. باكر تمشي والخزن الملانه تفوتها والدود كوتا داخله ومارقه منك كوتا. انا شفت الدنيا شقيش ما تهينة شوطه طايعه تجيك باذن الملك ملكوتا. كيف؟ دي حكمه انه بيقولوا اللي بيجري ورا المال بيجري منه واللي بيجري من الدنيا بتجري وراه. يعني الزكاه واحده من يعني هي من اركان الاسلام زي ما انت قلت. نعم. فبالتالي بني عليها الاسلام. اذا هي ما فضل ولا عليه كيفك ان بقيت دار تدي قدم بقيت ما دار تدي عليه كيفك. ناس خيرين يعني جد. التحيه لاهلنا ناس شجره في القضايف. مرق زكاه الحكومه. طب مرق زكاه الحكومه سلموه اياها زكاه ثاني. قال لي شنو؟ عشان نضمن تماما انه زكاته مرقت. ايوه صحيح. يمرق ثاني الناس الغني المحتاجين طبعا بيعرفهم. ايوه. المحتاج والضعيف واليتيم والغير والمذكورين ديل. البشرى يا جماعه ديل مرقوا زكاتنا نحن نمرق بالمشاهدين ديل كدي ونجي راجعي ابو القراب. اخرت امتثال صاحبي البتمم كيفي ابراهيم سباد عقلي ودركت سيفي
مطمورة غلاي مونة خريفي وصافي سترة حالي في وجنايا وضيفي ما بتدبل الجارات حميد صفاته مكانته كبيرة عند الحاضرين والفات عند الحر ما بدي حجاج نعلاته وبالسدر لها المحن الكبار جاته تقال الصخرة لا بننشال ولا بنمخد وليد هالشيال مرناعة ما بنلد زغرتي هسا كان دايران نقرد سد بالموت روكا زي صفق الشجر ننحد